اخواني اخواتي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مازال عندنا الشتاء في المغرب، وعندنا في مكناس وفي جميع المدن المغربيه، ولكن للاسف مازال عندنا الضحايا كيرتفعوا في مدينه اسفي. هذه المدينه هذه العتيقه اللي عندها تاريخ، واش السبب ديالها هو الفيضانات، ولا كاين هناك اسباب، ولا البنيه التحتيه، ولا دوك القوادس اللي غلقوا ما بقاوش تحلوا؟ ما كاين لا تطهير لا اعاده تاهيل، لا يخويو دوك القوادس اللي غاديين ديريكت للبحر. كان واحد الواد كيدوز تما ردوه طريق، والواد واخا كينشف تيبقى عاقل على طريقه. وهذا الشيء اللي وقع في مدينه اسفي. منين شدوا داك الواد هذا، منين شدوا ديك الطريق هذيك وشفوا داك الواد وما بقاتش داك الواد هو الممر ديالو، منين جا يدوز من تما ما لقى مين غيدوز الماء، فاضطر انه يدخل المدينه القديمه وحمل كل شيء داه معاه، لا بنادم ولا الاسواق ولا المنتوجات. وشكون المسؤول في هذا الشيء هذا؟ شكون المسؤول؟ شكون المسؤول على هذه الفيضانات؟ شكون المسؤول على التهيئه نتاع هذه المدينه العتيقه، والمدينه اللي غنيه بالاسماك ديالها، وخصوصا السردين، غنيه بالمعادن، بزاف د الحوايج عندها. فين هما هاد الناس اللي مسؤولين على هذه المدينه؟ خص كل شيء يتحاسب، كل شيء خص اي واحد بان انه قصر في حق هذه المدينه اللي هي مدينه مغربيه، وهاد الناس اللي ماتوا راه عرقبتهم. راه المشكل ديالهم عليكم نتوما، لان بزاف حشومه وعار. بحال هذه المدينه تولي هكذا، تولي بحال مدينه عايشه في القرون الوسطى. لو كان غير ما كانش عندها دخل، ما كانش عندها اسماك، ما عندهاش معادن، الناس ما كاين شيء، كلشي خدام وكلشي بخير وعلى خير. فين المسؤولين من هذا الشيء كاع اللي وقع؟ كاين شي واحد مازال؟ البارح كنت هضر، واش مشى شي واحد زار وشاف دوك الناس هذوك واحد وازرهم في هذا الشيء اللي كيعيشوا؟ قلبنا على المسؤولين، ومنهم واحد السيد اللي هو هرم السلطه، السي اخنوش. قلبنا عليه فين راه هو من هذه الفجيعه؟ ما حط شي تعزيه وحده في الصفحه ديالو في الفيسبوك، بل قلبنا في جميع الصفحات ديالو ما كاينش تعزيه وحده، استثناء التعزيه الحكومه. ملي قلبنا عليه اثناء وقوع المشكل، لقينا راه في واحد التجمع في الناظور. ها هو الفيديو كان معاه هي العاده، الرقص والهزيز والضحك والغناء وهلم جرى، واللي بغى يموت يموت، والقبور راه كاينه، والارض اللي بغى يتدفن فيها شي واحد مرحبا. ها هي عندنا هنايا. نشارككم بهذه الصوره هذه وتشوفوا اخنوش وقت اللي خصو يكون راه جالس تيردد. اللي بغى شفتو معايا فين هو؟ حمله قبل اوانها، حمله انتخابيه قبل اوانها. ونشوفوا بعد هذا الشيء هذا اللي واقع، ونأزروا هاد الناس ونعاونوهم ونمدوا لهم يد المساعده، ونشوفوا لهم سكن، ونشوفوا مسكين هذا اللي مشات له السلعه ديالو كنديروا نعوضوه ونأهلوا هذه المدينه. وراه ولينا شوهه ولينا في هذه الدوله هذه شوهه. كاين شي مدن اللي شوهه انك تقول مدينه تنتمي الى المملكه المغربيه الشريفه، تقولوا الامطار، تقولوا الفيضان، تقولوا. لو كانت المدينه مهيئه وكانت البنيه التحتيه على ما يرام، مثلا غادي يموتوا لنا لا قدر الله 40 ولا 50، كانوا يموتوا 5 ولا 6. كان ما تجيش التربه تجرف كلشي، السيارات، الحوانت، الناس داخله في حوانتها وتوفات. وفي الاخر كلشي كنحملوه للطبيعه، كلشي كنحملوه قدر الله وما شاء فعل. مكتب الله كيتصرف. وفين المكتب ديالكم نتوما اللي غادي تصرفوه مع هاد الناس وتعاونوهم؟ فين راكم؟ واحد تيشطاح وواحد تيرتاح وواحد راه تيقلب على المصالح ديالو وغير. وراه السي اوزي حتى هو خرج لنا تبارك الله عليه، خرج وتيقول لك خصنا نأزروا هاد الناس، ولا كيخرج غير في البرلمان. خصنا نأزروا هاد الناس وخصنا نعاونوهم، وراه ما تيحملش المسؤوليه لهاد الحكومه بوحدها، راه تيحملها حتى الحكومات اللي كانت، يعني حتى الحكومه اللي كان فيها هو سابقا راه تيحمل المسؤوليه حتى ديك الحكومه.
وملي كتحمل المسؤوليه اش جالس كدير تما؟ من المفروض انك ما تعاودش تنتخب كاع في خطره، ما تدخلش الانتخابات، خليو تشبيب الاحزاب وتشبيب الحكومه. علاش جاي؟ اش بغيتي؟ الا كنتي كتقر بان الحكومه ديالك اللي كنتي عانتك وزيرا فيها سابقا وكتقر بانها ما دارت حتى شي حل وحتى هي كتساهم في هذا الشيء هذا اللي وصلنا ليه هنا في المغرب، المفروض عليك انك ما تدخلش الانتخابات وانك ما توريش وجهك للناس، ما توريهمش وجهك في خطره، بلا ما عاد تدخل البرلمان وتبين انك واحد الانسان نازي وانك كتحمل المسؤوليه لحكومات اخلوش والحكومات اللي سابقاها. حنا عندنا في اوروبا، في اي دوله في اوروبا غير كيشيروا بصبعهم انه دار شي حاجه شي وزير كيحط الاستقاله وتيخرج وتيعتذر للناس اللي انتخبوا عليه. ولكن حنا فوق ما تيوقع شي وزير ولا شي حكومه في شي حاجه كتعنت وكتقول لك انا باقي وانا الدستور وانا كذا وانا كذا، وتيجي وتينتخب وتيلقى واحد التله اللي كتبيع الاصوات ديالها بثمن رخيص وكيولي لنا عاوتاني وزير في قطاع اخر او لاوروبا ما يقبل كاع رئاسه الحكومه. ونوليو حنايا كنتخبطوا بنفس المشكل، كاننا ما عندناش شباب، كاننا ما عندناش اطور اللي كتخاف على هذه الدوله، وكاننا نعيش في القرون الوسطى. العود ما نقلبوا على شباب ونشببوا الاحزاب ونقلبوا على ناس اللي عندها غيره على وطنها وعلى ملكها وعلى شعبها، هي اللي تقدم الانتخابات نفس الوجوه من ايام الاستقلال، بل يتوارثونها ابا عن جد، كلهم كيتوارثوا. ملي كتشوف فلان ولدو فلان ولدو فلان، كاين عندنا دابا في البرلمان اللي كاينين جوج وثلاثه د الخوت، كاين اللي عندنا من البرلمان من ايام الاستقلال وورثوا ولدو وولد ولدو وهي غاديه، وطبقه اخرى ما عندهاش حق انها توصل، وحتى لا بغات توصل تيهرسوها في الطريق تيهرسوها. سي اوزين اللهم صل عليك رسول الله اللي قال لك بان راه كاين شي اعلان الكتروني كيستافد منين؟ من الدعم، وراه خصو يتكرط بالكراطه، عاقل على الكراطه نتاع الملعب اللي تشوهنا به وشوهونا في العالم. يا مات كان هو وزير في ذاك المجال ديالو جبدات الكراطه كتمسح في الملعب، ها هو راه مازال عاقلها عليها وتيقولها في البرلمان. خصهم يتكرطوا على غير هما. شفتي غير دوك جوج الصحافه الالكترونيه، وانا عرفتك انا من كتهضر، واحد عنده الاسم ديالو واخده من البرلمان، وواحد راه معروف كنعيطوا له غير شوف خيخي، على غير هادوك صافي بانوك غير دوك اللي خداو الدعم على الحواله بالملايين والمليارات. اش درنا معاهم؟ واش درنا مع دوك الناس اللي عطاوهم؟ واش تفتح شي بحث في داك الشيء هذاك؟ واش تقدموا المحاكمه؟ شفنا غير هذا الشيء هذا؟ ما شفناش الصفقات المشبوهه اللي كتعطى لواحد ولد عمو واحد ولد خوه واحد ولد خالته واحد كذا؟ ولا شفنا غير واحد جوج؟ انت اذا ولات سميتها ولا الكترونيه نو كتدير شي غلط ماشي مشكل، ولكن راه كتظهر لك الواقع المعاش، وخصوصا ديك اللي واخده الاسم ديالها من البرلمان راه كتقول لك الحقيقه وكتعري اللي خصو يتعرى. ما خصناش نبقاو تنافقوا وتنجاملوا، خصنا نقولوا الحقيقه اللي كنعيشوا، خصنا نقدوا ذاتنا بذاتنا، خصنا نصلحوا نفسنا، ولكن ما كنبغيوش بحال هادو، كنبغيو نهرسوهم. شفنا غير هاد الجوج ما اللي خداو الملاير في يامات العيد الكبير 10500 درهم للكراس، شحال وصلوا هادوك؟ ما كاينش اللي يهضر معاهم، ما كاينش اللي قال لهم، لانهم منكم واليكم. خصنا نشوفوا غير دوك الناس اللي كينتقدونا واللي دايرين فينا، يمشي يدير مقابله مع واحد من دوك صحاب الخطوط الصفراء والحمراء والزرقاء، ما كيهمناش حنايا. غادي يقولوا كيشوهنا، العالم كله عارف بان كاين هذا النوع من الناس، كاين الذكر وكاين الانثى وكاين الثالث. تيهمناش حنا في هذا الشيء، اللي تيهمنا هو الداخل ديالنا، مغربنا.
خصنا نقادوه ونشوف واش عنده باش نهضروا في شي حوايج اللي خارجه وكذا وخصهم يتكرطوا، وخصو بزاف د الحوايج يتكرطوا من الداخل عندكم عاد نوصلوا لهادو. وهنا البرلماني وزير راه كيهضر على المدينه انها اصبحت منكوبه، وهنا فاش حمل المسؤوليه لحكومه اخنوش وحمل المسؤوليه حتى للحكومات السابقه منهم الحكومه اللي كان فيها. وشوفوا معايا هذا الفيديو هذا. اسفي دابا نعاودوا الى غادي نعاودوا معكم من جديد، غادي بعد الاضرار الجسيمه في الارواح والمدينه القديمه وسوق الفخار وباب الشعبه في مدينه اسفي، مدينه السردين والفوسفات والمهمشه من طرف حكومتكم والحكومات السابقه ايضا ما فيهاش مزايده عليكم السيد الرئيس، خصو غادي يتحمل مسؤوليته. واش ماشي جا الوقت باش نعلنوها مدينه منكوبه يستافدوا الضحايا والمدينه من صندوق التعويض على الوقائع الكارثيه الا ما فعلناش هذا الصندوق في هذه الفاجعه؟ وفي مدينه من حجم مدينه اسفي انا كنتسائل لاش غادي يصلح هذا الصندوق ولاش كنساهموا فيه كمغاربه. وبالمناسبه مرسوم التعويض على الكوارث انا في نظري السيد رئيس الحكومه راه هو اكبر كارثه. اقسم لكم بالله لو كان هذا الشيء اللي كيتقال وتيقولوه في البرلمان وفي خلال الحملات ديالهم واللقاءات السياسيه ديالهم وفي مقر الحكومه، لو كانوا كيقولوا هذا الشيء هذا اللي كيقولوا كيديروه، لو كان المغرب اصبح من ارقى الدول في العالم. ولكن هذا الشيء هذا كله غير الاستهلاك السياسي فقط، الاستهلاك السياسي فقط. كيلعبوا على العقليه نتاع المغاربه. ولكن اللي كيزيد في الطين بله هو واحد الفيديو خرج نتاع واحد المجموعه من المتسكعين اللي ما تيخافوا لا الله ولا عبده، غاديين باش يسرقوا المحلات اللي الناس ماتت فيها، سدات عليها وماتت فيها بالغرق داخل المحلات ديالهم، وهي محلات نتاع الذهب. واش تشوفوا فين وصلنا؟ هذوك ما كانش المخزن، لو كان مشى ديك المحلات سواء نتاع الذهب ولا نتاع تجاره الملابس ولا الاحذيه، وكان مشى كل شيء. الله يهدي ما خلق. راه بحال هذه الازمه تنخصو نكونوا يد في يد متلاحمين، كلنا نساعدوا الاخوان ديالنا حتى نخرجوا من هذه الازمه سالمين غانمين، ماشي نستغلوا وضعيه نتاع واحد مسكين توفى او لا واحد راه سد المحل ديالو وهرب ونمشي انا نفرعوا له ونمشي نسرق منه. هذه راه ماشي خصال، ماشي خصال نتاع المغاربه. اذا لو كان ما كانش المخزن، لو كان شي تياكل شي، محشومه وعار بحال هذا الموقف هذا نطيحوا فيه. غادي ننتقلوا للدوله الشرقيه الجزائر. اخر الاخبار ان الجزائر منعت الجمهور ديالها اللي غادي يتوجه من اجل مناصره وتشجيع الفريق الوطني في المغرب كأس افريقيا، منعتهم التوجه للمغرب، ولكن بطريقه غير مباشره وبطريقه اللي غتخليهم كلهم فمهم محلول. اي واحد ما يتوجه للمغرب ما عندوش حق يخرج العمله الصعبه، يعني انه مثلا يقبض داك الدينار ديالهم ويصرفوا تما ويردوا درهم، يردوا دولار او لا اورو ويجي به، ممنوع منعا كليا. لان الا جاب داك الدينار المغربي الدينار الجزائري لا يعتد به في المغرب، تيخصو 3 طن ولا خصو شي كاميو شي شاحنه روموك باش غيجيب داك الشيء هذاك. ما كاينش اللي غيحسبو، حنا ما مساليش باش نحسبوا ونصرفوا لهم دولار، وداك العمله ديالهم غير معمول بها. الا خرجتي من الجزائر غير معمول بها. واش بغات الجزائر تخلي الفريق ديالها بوحدو بلا اللي غادي يناصروهم، بلا جمهور، بلا؟ واش بصح هذا الشيء؟ اياه بصح هذا الشيء.
انهم منعتهم يخرجوا ولو القدر القانوني اللي كيتجلى بحوالي 1000 دولار ولا 1000 اورو، ما بين 700 حتى 1000 اورو ممنوع. هادشي هذا كله ناتج عن الازمه اللي كتعيشها الدوله الاقتصاديه، ازمه اقتصاديه خانقه، انخفاض العمله، انخفاض العمله الصعبه، ما بقات عندهم عمله صعبه، ولا جاو يصرفوا لدوك الناس هذوك يخرجوا، عرفتي شحال غتخرج من 1000 اورو بل من مليون اورو، غادي يزيد يأزم الدوله الجزائريه وغادي يخليها تعيش ازمه اخرى. هادشي كلشي ناتج على واحد الكهول هما اللي قابطين الدوله، واحد الكهول ما بناو ما خلاو اللي يبني. والمشكل تاع هاد الجمهور ديالهم كاين اللي حاجز، كاين اللي حاجز الطياره، كاين اللي حاجز فندق هنايا في مراكش او لا في فاس او لا في كازا، يعني كلشي مشى لهم، لا ديدي لا حب الملوك، ما انت من الصايمين ما انت من الفاطرين، درتي كلشي وملي بغيتي تتصرف باش غادي تجي حتى انت وتعاصر وتشجع الفريق ديالك، قالوا لك اودي ممنوع عليك تخرج العمله، باش غادي تجي لهنا بلا عمله والله لا دخلتي ولا شفتي المغرب كي داير، والله لا كحلتي عيونك بمراكش وفاس واكادير وطنجة وكازا ممنوع. زياده على التيكيت راه فيها الخريطه المغرب كامله، ربما ما بغاكمش تقبطوا ديك التيكيت بيديكم هذيك ملي تخرجها الكترونيا، لان راه فيها الخريطه المغرب كامله. شو على دوله كي عايشه، دوله عايشه الازمات داخليه وكتبغي تصرف الازمه ديالها للخارج باش تتنفس على الشعب ديالها وكتعيشوا في الاوهام. ولكن اللي جاب لها 3 وضامه هو بن سديره، وغادي نشارك معكم واحد الفيديو وغادي نشوف واش عندي نتاع بن سديره، صافي خرج له العقل. بن سديره ما بقاش بنادم وما بقاش يعرف راسو واش جزائري ولا اش من دوله هو. فين راك سيدي؟ هذا راه معارض، باش نقول لكم هذا راه معارض، ولكن راه كيعارض غير تبون وشنقريحه والجناح ديالهم، لانه هو مع النزار، مع جناح النزار، لان راه حتى الجيش مفروق، كاين الجيش اللي مع شنقريحه وكاين الجيش اللي مع نزار ومع ذاك رئيس المخابرات ديالهم اللي يطلقوه المذبح هذا المذابح وطلقوه وسمعوا السي بن سديره شي يقول. هذه مش قضية صحراوية، هذه ماهيش القضية الصحراوية، هذه قضية تيزيوزو. اللي يدخل لي انا في تيزيوزو يحب يخلط لي في تيزيوزو بجايه وبويره وممدس منطقه القبائل، يحب يفصل لي جزء من جسمي ينحي لك ذراع، هذا تدخل سافر في الشأن الداخلي. علاجه ليس التنديد، علاجه ليس طرد السفير وسحب القنصل وكذا، لا، عقابه هو توقيف التعامل وضرب المصالح الحيوية واتخاذ قرار سيادي لا رجعة فيه. من غير هذا يعتبر خطي ويعتبر جبن ويعتبر يعني كما يقول لك تراجع، ويعتبر يعني بيع القضية بالمختصر المفيد، يعتبر تواطؤ وتعتبر خيانة عظمى سيسجلها التاريخ للأجيال القادمة، خيانة عظمى سيسجلها التاريخ للأجيال. بن سديره يقول لك بأن منطقة القبائل وتيزيوزو وكذا ماشي هي منطقة، ماشي هي الصحراء المغربية. تيقول لك بأن منطقة القبائل كلها مسؤولية الدولة كيحملوهم المسؤولية، وانتم راه كتقولوا كتدعموا الشعوب في تقرير المصير ديالها، والقبائل قررت المصير ديالها هو الانفصال عن الجزائر واستعلان واعلان الاستقلال ديالها. واش كتقولوا شي حوايج وما قادرينش تنفذوها حتى عليكم؟ واش الدستور ديالكم ما كيقولكش نتوما مع تقرير المصير نتاع اي شعب؟ اذا خصكم تعترفوا بالقبائل. سالات والقلب مشى
مشى القلب تبعتو المغرب وتبعتو الصحراء وتبعتو كذا، وهذيك راه غير بدايه، مازال جايه الصحراء الشرقيه ومازال جاي المسائل نتاع التحت نتاع مالي الازواد، وراه غادي تبقى غير الجزائر، هي الجزائر بوحدها كتعرف، هي ديك هي الجزائر، والسطر على هي اللي بقات لكم، وانت ما باقي مشى، لان السياسه الرشيده والحكيمه والناس والرؤيه البعيده السياسيه ما كانتش عندكم. كان عندكم مشكل واحد هو المغرب، سمعتيها بن سديره؟ المشكل الواحد ديالكم الخبيث، لان انت بن سديره خبيث، وملي كتبقى تهضر كتسب حتى اللي خلقك كتسبو. كان همكم غير المغرب، دابا كي غادي دير لها كتقول له تيزي وزو ماشي هي الصحراء، والصحراء راه من 75 راها مغربيه، من 75 كيتمك انت كيتك انت مع داك النظام اللي عايشو، وما تاع القبائل قضى الله امرا كان مفعوله. خرجوا شي وحدين البارح، يلاه بدينا البارح فيديو، خرجوا تيسبوا، خرجوا تيلعنوا من دوك الشعب نتاع اللي لا اصل له. وديما ملي كنهضر ما كنهضرش على الاحرار حنا معاكم حتى ربي يجيب لكم فرج من دوك العجزه تائهين ضالين. كنهضر مع دوك الاتباع نتاع شنقريحه ونتاع التبون ونتاع اللي خلاو الجزائر اللور، ولكن برافو عليكم ومازال تنحييكم. حاولوا تنتخبوا مره اخرى ان شاء الله على التبون، لان التبون حنا من غيره ما نلقاوش على من غادي نهضروا ولا مع من نهضروا. التبون راه قصه، التبون اصبح نكته في المغرب وفي الدول الاخرى كامله، التبون يعتد به في النكته. بن سديره وتسالات الهضره وطويت الصحف وجفت الاقلام، قضي الامر الذي كنت فيه 6 ايام، اقسم لكم بالله الا مشات القبائل وهاوج الا بقينا في الحياه، الا ما تعلناش دوله وعطاو لها كرسي الامم المتحده وتعطى لها كرسي في افريقيا، هاوجك وبيننا الايام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.